بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ومن الله التوفيق. حياكم الله جنايتنا بالعراق كافة وبالخليج، سلامنا وتحياتنا لكم. شكرا جزيلا للمتابعين اللي يتابعونا من خلال هذه القناة الرائعة، قناة عدي التميمي، الإنسان الراقي والطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم جميعا بالصحة والتوفيق. حياكم الله جميعا. واليوم موضوعنا موضوع يخص المصداقية والجني. قد ما تتوفر هذه الشغلات للجني فتستمر الجناية بالمصداقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لدى الجميع المصداقية. اليوم حقيقة تريد هذه الهواية تستمر بالمصداقية. أنا أقول بعض الجناية جاي يسجل بلابيل، لكن يعني من ينطي البلبول مو يم التسجيل. بعض، ما أقول الكل، مو يم التسجيل ولا يعني هو حتى لو كان يعني هو هاوي، فأنت راح تخليه ينفر من هاي الهواية، لأنه ما تسوى أن يعني واحد يغش صاحبه أو فرد شيء. إذا أنت محتاج لك حاجة فهذه ما تقضي حاجتك. اليوم تقضي حاجتك المصداقية. أنت إذا كان عندك مصداقية اليوم وعندك صبر وعندك إيمان بالله سبحانه وتعالى، أنت بديت بالجني بصورة صحيحة. اليوم نحكي على الصعوبات، يعني بصورة عامة بدي أتكلم. شنو صعوبات البلبول؟ أنا بعض الجناية يجون يمنا يعني ما صار لهم يعني أشهر أو خلينا نقول سنتين أو ثلاث، يعني فترة هذه قليلة بالنسبة للجنين. يعني يجي يقول أنا فهمت كل الجنين وفهمت الصعوبات. أنت شلون فهمت الصعوبات؟ البلبول أو الألبيات بيه صعوبات، ومو كل ألبي بيه صعوبة. اليوم تقول بيه صعوبة، هي بس الحنجرة صعبة يعني، بس هو دق لك حنجرة هي الحنجرة أساسية، بس أكو شغلات أكثر من الحنجرة. أكو تركيب لغات وهاي تركيب اللغات مو حسب لك يجيك تكي حلو تكي حلو قلت والله هذا طبق أو ركب لغات ما كما يسمونه البعض خبط. إحنا خبط ما كانت هذه موجودة، تركيب لغات. نقول اللبشة، إذا ركب لغات صارت لبشة. تربيات. اليوم الصعوبات هي مو كل بلبول تلقاه صعب. البلابيل الصعبة ما تجي بسهولة، تجي بتعب، تجي بخلال متابعة. شو متابعة؟ متابعة من خلال الجناي. الجناي عنده معرفة. إذا ما يكون عنده معرفة ما راح يطلع الألبي اللي طيب. معرفته شلون تكون؟ من خلال الممارسة يعني بهذه الهواية قديما. مو أنا أجي للهواية قبل سنة سنتين وأقول أنا أقدر أطلع صعوبات. لا ما تقدر تطلع صعوبات. صعوبات اللي يطلع لازم اليوم إنسان يراد له خسارة، يخسر، ياخذ حتى خامات بدون سمع. إذا كان المصداقية، هاي نحكي المصداقية. اليوم أنا آخذ اليوم أدي بدون سمع من إنسان يقول لك كذا قضيت فلان مكان وهاي هي، وجاي يطلع البلابيل. هذه المصداقية. حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية والتوفيق. عنكم أبو ماجد العامري.